يا صباح الفل أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوف الفيديو معايا فيه. روتين جديد ويوم جديد ونهار سعيد علينا وعليكم يا رب العالمين. يلا بينا بقى كده شوية أفكار كده للتوفير مع الروتين النهاردة، وأكلة كمان اقتصادية ومشبعة تكفي ما شاء الله عيلة كاملة بحالها. تكون مثلا من 6 7 أفراد، بسم الله ما شاء الله. وحاجة كده من أقل القليل عملنا وجبة غدا مشبعة جامدة جدا، وكمان شوية أفكار للتوفير حلوة جدا. بس يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تفرحوني كده بلايكاتكم وكومنتاتكم الجميلة وتعليقاتكم، اللي أكتر حاجة بتفرحني فيها هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد. يلا بينا بقى، أنا كده ببدأ يومي بسمي الله، وبدخل كده مطبخي اشرب لي شويه اي حاجه سخنين، سواء بقى قهوه او شاي او اي حاجه كده تصحصحني وتفوقني على الصبح. بعد كده لو في شويه مواعين زي ما انتم شايفين كده ببتدي اغسلها وانضفها معاكم، واظبط كده مطبخي عشان احس كده ان هو مستقبلني كده براحه وهدوء، واعرف اظبط يومي واظبط امور دنيتي كده وامور بيتي. زي ما انتم شايفين كده المطبخ خلص معايا وشطبته. اي حاجه على الرخامات ببتدي برضو المها وامسح الرخامات وانضفها. وهنا كده اول حاجه، اول فكره معايا من افكار التوفير، ان انا بعمل الكربوناتو على شوية خل. كربوناتو على شوية ملح ليمون على شوية خل، وببتدي امسك الرخامات بتاعتي كلها والبوتاجاز وكل حاجة، اديها مسحة كده على السريع. لو في اي دهون، اصعب دهون في المطبخ هتنضف معاكي بشوية الكربوناتو على الملح الليمون على شوية الخل. دول هيخلولك المطبخ بتاعك بيبرق. وطبعا هنا كده كان يعني مشهد في الغسيل، انا بنشره بالليل بصراحة. في الجو الحر ده انا بقف انشر بالليل، ما بنشرش الصبح. فهنا كده هوضب معاكم بقى فطار. زي ما انتم شايفين كده بجهز معاكم فطار. قطعت طماطم وقطعت فلفل وقطعت فلفل حامي، وابتديت اجهز كده اوضب للولاد فطار عشان كنا جعانين وكنا عايزين نفطر. زي ما انتم شايفين كده، وطبعا المطبخ مديني احساس ان هو بيرحب بيا من كتر نظافته ولمعانه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الرخامات، الله اكبر ما شاء الله. يعني نظيفة زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. تاني حاجة معايا من افكار التوفير والتدبير معايا، خليكي معايا خطوة بخطوة، وانت ان شاء الله باذن الله القليل عندك هيبقى كتير باذن الله وبفضل ربنا. واهم شيء انك تبقي كده كده انت مش حارمه بيتك من حاجه ولا ولادك من حاجه، بس في النهايه اللي بيقولك التدبير والتوفير ده عفانه وقله امكانيات، لا ما بيفهمش حاجه وما يعرفش حاجه. التوفير والتدبير دوت شطاره من ست البيت، الست المدبره الشاطره العاقله اللي عارفه ما شاء الله بتدبر امورها ازاي وبتمشي بيتها ازاي، ومش حارمه ولادها من حاجه، بس ماشيه بالعقل والتفكير. مش كل حاجه بتتصرف ومش كل حاجه بنجيبها، لا احنا بنجيب اللي محتاجينه واللي مش محتاجينه يتأجل، مفيش اي مشكلة خالص. تاني فكرة بقى معايا في التوفير، ان انا بدخل كده اخد لفة في التلاجة. يعني امسك كده الخضار بتاعي، اشوف ايه اللي عايزاه للفطار اظبطه للفطار، استغل يعني الخضار وبواقي الخضار اللي معايا، اشوف ايه اللي هينفع للغدا. برضو بطلع من التلاجة واشوف ايه اللي هينفع للغدا لو هشتري عليها حاجة بسيطة واكمل اكلة اليوم. زي ما انتم شايفين كده. تالت فكرة معايا من افكار التوفير، ان انا انزل قبل ما انزل اكتب المنيو بتاعي الاسبوعي او ال10 ايام اللي انا هعملهم اكل في البيت. يعني بمعنى ان انا مثلا اكتب ورقة ان انا اول يوم مثلا كشري بعدس اصفر ببيض مسلوق ببطاطس محمرة وشوية سلطة خضراء، مية مية. تاني يوم مثلا هنعمل بقى اكلة كده مفرحة للولاد شوية، مثلا يعني مثلا مكرونة سباكيتي. طبعا مفيش بيت الاولاد ما بيحبوهاش، يعني كل الولاد بيحبوها جدا جدا المكرونه الاسباجيتي، ومعاها مثلا ربع كيلو من البانيه، نص كيلو على حسب حضرتك وافراد اسرتك. يعني قطعه او قطعتين على الطبق كفيلين جدا ما شاء الله اللهم بارك، ان هي تبقى اكله مشبعه وجميله جدا. مع شوية سلطة مع بطاطساية محمرة وعملتي أجمل وجبة. ممكن تالت وجبة مثلا معانا يعني، وهكذا. يعني انتي مثلا مكرونة بالبشاميل فاضية من غير أي لحوم عادي خالص، وممكن جنبها شوية بطاطس محمرة وشوية سلطة أو بتنجانتين مخللين. مشي أمور دنيتك، يعني انتي هتظبطي دنيتك على حسب مصروفك وعلى حسب إمكانياتك. في النهاية انت اللي بتاكلي وبتاكلي اولادك
وبرضو ما تنسيش الصدقة يا جماعة، ان احنا اول ما ناخد الفلوس بتاعتنا نطلع منها صدقة، ولو 20 جنيه ولو 50 جنيه ولو 10 جنيه، على حسب امكانياتك طلعي الصدقة. الصدقة دي والله العظيم بتبارك في الفلوس وبتدي بركة وخير كده، ما تعرفيش بيتك ماشي ازاي من كتر البركة والخير اللي فيه. هنا انا عملت ايه، انا جبت بصلايه قطعتها صغير وفصين توم، ونزلت بالسجق كده كنت مقطعاه زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اشوحه كده في حله. وانا الكميه دي نص كيلو من السجق، وممكن كمان تعمليها بربع كيلو على حسب عدد افراد اسرتك. ما شاء الله وجبه مشبعه جدا ومغذيه جدا. كتري الخضار فيها على قد ما تقدري. الخضار كان معايا عباره عن خضار بسله وكوسه وجزر وبطاطس وفاصوليا خضراء، زي ما بتعملي الخضار السوتيه او الخضار التورلي كده بالظبط، بس انا عملته مع السجق زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم كميه خضار مشبعه جدا ومغذيه جدا. وابتديت اشوح بقى في الخضار معايا وغطيته كده يدبل بس، ومعايا كده نص كيلو من الطماطم. ابتديت اغسلها زي ما انتم شايفين كويس قوي وبدعكها وبفرمها في الخلاط. هيجي معاكم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده يا بنات. وفرمت الطماطم، انا هبص كده على الخضار معاكم وهبتدي ان انا اديله تقليبه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين ضفت له مكعب من الثوم صغير برضو كده، ومعلقتين زيت ورشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه بهارات اللي هي السبع بهارات، والطماطم نزلت كده عليها وسبتها على النار كده تتسبك. حضرتك حابه تعملي الكلام ده في صينيه وتدخليه الفرن مفيش اي مشكله. انا سويته زي ما هو كده على البوتاجاز من فوق. بعد كده دخلت الحله الالومنيا الشاورما ديت عادي خالص في الفرن، واديتها وش تحميره كده تحت الشوايه، وكانت معايا زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. يعني الاكله دي بتتعمل سواء بقى في صينيه سواء في حله اللي حضرتك حباه، وممكن تنزليها تحت الشوايه تاخد وش زي ما انا عملت كده، اوفر واحسن في الوقت واسرع كمان. زي ما انتم شايفين هنا حطيت الملح وحطيت الفلفل الاسود وظبطتها كده، الملح حسب الرغبه، حطي رشه بابريكا او رشه شطه على حسب ما بتحبوا الحاجه حراقه ولا لا او سبايس ولا لا. ودي السبع بهارات زي ما انتم شايفين كده. وابتديت اقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه، واسيبها بقى ايه تتسبك كده على نار هاديه لحد ما تستوي معايا. بعد كده بدخلها الفرن تاخد وش معايا. وكانت اجمل خضار سوتيه بالسجق، حاجه كده تحفه ومن افكار التوفير. خدي الفكره وتنفعك بكره ان شاء الله باذن الله وتنفذيها. يعني وجبه بطل الفيديو معايا النهارده الوجبه الاقتصاديه دي، وطعمها وريحتها ريحة تفتح النفس، والطعم خطير جدا، ووجبة اقتصادية كفت العيلة كلها بأقل التكاليف وأقل الإمكانيات. شايفين الشكل؟ والله العظيم حاجة كده تحفة 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 في الطعم، حاجة خطيرة. مع شوية رز بالشعرية بقى كده، مع شوية رز حباية وحباية، مع شوية رز أبيض اللي حضرتك حابة عايزة تغمسيها بالعيش، مع شوية بتنجان مخلل كده، يا جمال الأكلة والريحة والطعم حاجة كده اللهم بارك. الفكرة اللي بعد كده هي انك تشتري الخضار في الموسم بتاعه. يعني دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك، الملوخية الخضرة مالية السوق والبامية مالية السوق، وحاجات في منتهى الجمال انك تفرزيها وتشيليها في تلاجتك او في الفريزر بتاعك، هتنفعك لزنقات كتير واوقات كتير. هتبقى انتي احسن ما تشتريها من السوبر ماركت بالسعر قد كده، وما بتبقاش حلوة ولا نظيفة زي ما انتي معاملاها في بيتك ومنضفاها وكانت جميلة جدا وزي الفل. استغلي الخضار اللي في الموسم بتاعه. دلوقتي التين البرشومي موجود، حضرتك هاتي كيلو واعمليه مربى واعمليه في برطمانات للفطار. بصي حاجة كده تحفة ومغذية وحاجة حلوة جدا، وعلى الاقل هتظبطي انت السكر، مش هيبقى سكرها عالي قوي عشان الولاد ما تبقاش مضرة ليهم. وكمان هتنفعك في الفطار وتنفعك كمان لو حبوا يتعشوا سندوتش مربى ولا حاجة، من افكار التوفير الحلوة جدا. جايلك البلح، ممكن تعملي مربى بلح، ممكن تعملي البلح وتخزنيه وتشيليه في الفريزر، وحضرتك بتقومي جايه مطلعاه وتعمليه بمعلقه سمنه للولاد سندوتشات للمدارس. حاجه كده وجبات مغذيه جدا ونضيفه جدا، وحاجات كده انت عاملاها باقل القليل في البيت، مش هتجيبيه طبعا من السوبر ماركت بالشيء وشويات. انت بتوفري بتدبري وبتعملي كل حاجه بايدك، انت عارفه بتاكلي ولادك ايه.
هنا كده انا حمرت الشعريه والرز وحطيت ملح وحطيت ميه مغليه، وممكن كمان ترشي رشه فلفل اسود لو حضرتك بتحبي طعم الفلفل الاسود. بصراحه بينقل الرز الطعم وريحه وحته تانية خالص، جميل جميل جميل. رشه بسيطه كده. انا بصراحه نسيت انا احط هنا رشه الفلفل الاسود، وممكن كمان مكعب مرق الدجاج اذا حضرتك بتحبيها وبتفضليها في الاكل. وكده الرز بعد ما استوى معايا، وكده شكل الخضار بعد ما خد وش في الفرن. بصوا، يعني الريحة كانت قلبة البيت، وبأقل التكاليف وأقل الإمكانيات عملنا وجبة ما شاء الله ممكن تقعد معاكي يومين كمان وتكفي وتوفي، وبسم الله ما شاء الله حاجة كده اللهم بارك. وده شكل الأكل معايا بعد ما غرفته زي ما انتم شايفين كده. والفكرة اللي بعد كده هي انك تستغلي بواقي الاكل اللي عندك في التلاجة. يعني مثلا عندك ورك فرخة مشوي كده كنت شوياه ومتبقي عندك في التلاجة، امسكيه وقطعيه وفصصيه واعمليها شاورمة فراخ. يعني يوم جددنا فيه وهو اساسا اكل بايت مش باين ان هو اكل بايت. ممكن عندك شوية بطاطس مسلوقة بايتين في التلاجة، ابتدي حضرتك اعمليهم كفتة بطاطس، هتبقى اسهل واسرع. وحاجة كده تعملي جنب منها بتنجانتين مخللين، شوية جرجير، شوية بتنجان مقلي اللي هو البتنجان الرومي، وظبطي دنيتك على هذا الاساس. وكمان هتنفعك في الفطار. على فكرة كمان ممكن برضو من افكار التوفير انك تزودي شوية في الوجبة بتاعة النهاردة او الاكل بتاع النهاردة، وتخليه يكفي معاكي غدا لبكرة، او يكفي الافطار الصبح مع ولادك عادي خالص، بدل ما تشتري من بره وتكلفي نفسك تكاليف فطار من بره. وعلى الاقل هيبقى انضف واحسن لو سخنتي شوية خضار زي كده وقعدتي غمستيهم بالعيش، انت كده فطرتي وجبة ما شاء الله مليانة بروتين ومليانة خضار، وحاجة كده اللهم بارك حلوة جدا بأقل القليل. وبكده هدخل بقى انشر معاكم الغسيل. هلم بقى الغسيل الناشف ده كان منشور قبلها. انا بصراحة بحب الم الغسيل بالليل وانشر بالليل، يعني الجو بصراحة صعب جدا يا بنات وما بقدرش اتحمل الحر ده. يعني ان شاء الله باذن الله نرجع لنشاطنا وروتيناتنا كده الجميلة في الشتاء. بس عايزاكم كده ايه يعني تفتحوا نفسي كده اذا الفيديو عجبكم. متنسوش كده تدعموني باللايك، وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله. وبكده يكون خلص روتين النهاردة مع يوميات دودي، وشاركتكم بوجبة اقتصادية جميلة بالسجق بالخضار، وكمان شاركتكم بأفكار عن التوفير والتدبير، وازاي تقدري كده تبقي ست بيت شاطرة ومدبرة وموفرة وعندك عقلية كده توزن بلد زي ما بيقولوا. احنا كستات ما شاء الله علينا بيبقى عندنا كده حس كده ان احنا عندنا حس للتوفير اذكى واحسن واوفر. بنقدر ان احنا نوفر من اقل القليل. واذا عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش كده بقى تشاركيني بكومنتاتك الجميلة، واجمل اخوات في الدنيا واجمل عيلة. وما تنسيش تحطي لي لايك كده وتدعميني باشتراك وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وحصري بنزله. وكده انا بنشر معاكم الغسيل، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ودمتم في امان الله وحفظه ورعايته. مع الف مليون سلامة، هتوحشوني. دمتم سالمين، وباي باي. وما تنسوش كده تقولوا في بداية يومكم: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الدعاء ده حلو قوي يا بنات، بيديكي كده طاقة وتشجيع، وبيعينك على مشاكل حياتك وصعوبة الروتين بتاعك اليومي، بيعينك عليه. مهما كان عندك شغل من الجبال ربنا بيقويكي وبيديكي كده قوة من عنده انك تقدري تشوفي امور بيتك ومهام بيتك واولادك. ربنا يقوينا جميعا ويعيننا جميعا ويفرحكم بولادكم ويكبر خواطركم زي ما بتكبروا بخاطري.